التوم المتفصص نعمة في البيت، يعني لو انت مكسلة تعملي اي اكلة، لا التوم بيشجعك تخشي المطبخ وتعملي اي اكلة كده تكون سهلة عليكي عشان كل حاجة عندك جاهزة. فاحنا دلوقتي هنفصص التوم بكل سهولة. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير، وحشتوني احلى اخوات في الدنيا، يا رب تكونوا بصحة وسلامة يا رب. النهاردة هنفصص التوم بطريقة حلوة وسهلة وبسيطة. يعني الفيديو ده فيديو تشجيعي، لو عندك حبة توم كده قومي يلا فصصيهم، ولو الفريزر فاضي فروميهم كده وشيليهم، وخليكي دايما جاهزة ان انت تعملي ايه اي اكل في اي وقت. تمام كده يا جماعة؟ واول حاجة بقى في الطريقة دي، الطريقة بجد هتعجبكم. احنا هنفصص التوم بالطريقة دي، يعني هنتخلص من اي ورق فيه كده ملهوش لازمة، وهناخد بس الفصوص. انا هفصص بس الثلاث فصوص دول بس قدامكم زي ما احنا شايفين كده، والباقي بقى هعمله مع نفسي عشان انت تعملي بقى اي كمية تعجبك، تعملي كيلو اتنين. بصراحة الطريقة دي سهلة وبسيطة، وممكن بقى تخلي اي حد يساعدك وانت بتفصصي، بس هو بيتفصص بصراحة بكل سهولة. تمام كده؟ بصوا انا فصصت كمية التوم ديت، ويلا بينا بقى هنشوف هنعمل فيها ايه. دلوقتي انا حطيتها تحت المية ويدوب بس هديها شطفة كده بسيطة، واصفيها من المية زي ما احنا شايفين دلوقتي. بجد يا جماعة انا دلوقتي بنصح اللي ما عندهاش توم في الفريزر بجد، يعني تقوم دلوقتي وتنقع شوية توم كده حلوين. صدقيني هينفعك الايام الجاية، يعني انتي لو مشغولة، لو جاية من مشوار وعايزة تعملي اي اكل هتعمليه في ثواني، وكمان مش هتكوني مكسلة. عايزة اقول لكم كمان ان في ناس فرزت التوم وفرمته وشالته في الفريزر، وفي ناس برضو شالته ناشف زي كده. انا فرمت شوية في الفريزر بس طبعا خلصوا، فاضطريت ان انا بقى افصص توم، فلقيت الطريقة دي حلوة. قلت لما انقع التوم كده من بالليل واصحى الصبح باذن الله افصصه. خلاص كده يا جماعة اهو، كده بقى هنقع التوم في المية. سواء كنتي اول اليوم انقعيه وبالليل في السهرة كده بايه تفصصيه. انتي وبنتك، يعني اي حد قاعد معاك هيفصص. تمام كده؟ وكده التوم بقى تاني يوم اهو، انا نقعته من بالليل وفصصته الصبح. بصوا بيتفصص معايا بكل سهولة. وفي طريقة تانية حلوة جدا برضه هوريها لكم دلوقتي، بتخلي يعني التوم بيطلع مفهوش قشر خالص. بصوا يا جماعة، يعني معظم التوم فاصل خالص عن القشر اهو. بس يا جماعة، وفي ناس بقى فرزت التوم كله في الفريزر، بس ما انصحكيش ان انت تعملي الحركة دي، لا. عايزة تفرزي في الفريزر، فرزي مثلا كمية قليلة على قد برطمان اتنين او تلاتة بس بالكتير، ما تفرزيش اكتر من كده. خلصيهم واعملي غيرهم. طبعا التوم بيكون نشف وبيكون ريحته بقت شديدة اكتر من ما هو طالع يعني. هو طالع زي ما انتوا عارفين بيبقى فيه مية، ما بتبقاش ريحته برضو احسن حاجة. يعني ريحته بتبقى حلوة وكل حاجة، بس بصراحة وهو نشف كده ريحته بتبقى اقوى وبتبان اكتر في الاكل. حبايبي اللي وصلوا معايا لغاية هنا، قولوا لي رأيكم في الكومنتات، انتوا بتحبوا التوم ناشف زي كده تحسوا انه ريحته شديدة اكتر، ولا بتحبوه برضو تفرزوه في اول السنة؟ وايه رأيكم؟ يعني ما بتبقاش ريحته شديدة قوي في اول السنة؟ فانتوا قولوا في الكومنتات رأيكم زيي ولا لا. تمام كده؟ دي بقى تاني طريقة يا جماعة. نجيب قماشة كده نظيفة، بصوا، وهتبتدي تعمليها كده زي اما تكوني مرة بتنجان، تقومي دايسة على التوم. بصوا بيطلع بكل سهولة اهو. هو خلاص كده لان يا جماعة من المية خالص، القشرة بتاعتها لانت خالص، فبتفصل بسرعة. اهو بيتقشر معايا بكل سهولة اهو. يعني معظم الفصوص هتلاقيها كده متقشرة، ولو في فص ما تقشرش بيتقشر معاكي برضو بكل سهولة. طبعا انتوا عارفين وهو ناشف بيغلبنا ازاي واحنا بنفصصه، واللي بتقعد تتكسر مننا فبيغلبنا اكتر طبعا. فالطريقة دي حلوة جدا يا جماعة. انصحكم بقى ان انتوا تقوموا لو ما عندكمش توم، تقوموا تتشجعوا يلا وتفصصوا كمية حلوة كده تنفعكم.
بفكركم باللايك الجميل والاشتراك في القناة والتعليقات اللي كلها تشجيع منكم يا جماعة. خلاص كده بقى الطريقة دي حلوة جدا، اتمنى ان هي تكون واضحة ليكم. اهو بصوا، كأنك بتمرضي بتنجان كده، بس بتدوسي عليها دوسة خفيفة، بس بتبتدي كده تفركيها فركة حلوة. بصوا يا جماعة التوم بجد طريقة سهلة وبسيطة، تسهل عليكم ان شاء الله وانتوا بتفصصوا. هتحطيها في علبة تلاجة بقى، هتحطيه في برطمان. انا فصصت الكمية دي يا جماعة وفرمتها، لكن انت لو عايزة برضو تشيليها وتدقي في الهون على حسب الأكلة، تمام برضو بيبقى حلو وجميل جدا. ولو انت عايزة تفرميها زي كده، هنفرمها دلوقتي مع بعض ونشوف هنعمل فيه ايه، علشان نحافظ على التوم يفضل ابيض زي ما هو، ونقدر ناخد منه برضو في نفس الوقت. ودي كمية التوم يا جماعة، كمية حلوة جدا. دلوقتي انا هفرمه بقى في الكبة، علشان هحطه في الفريزر، وكل ما احتاج منه هطلع بكل سهولة. وهوريكم دلوقتي هنفرمه ازاي، عشان بصراحة انا مش بحبه مفروم قوي. هقول لكم ليه، عشان لما بتيجي تطبخيه او تعملي طشة بيه بيبقى مفتفت حبات صغيرة كده زي الرمل مش باينة. فانا بقولك يعني المفروض ان احنا ما نفرمهوش قوي، نفرمه تخين شوية كده كأنك دقيقة الهون، علشان وانتي بتعملي الطشة تبان كده في الاكل وتبقى حلوة وواضحة. برضو اقول للجماعة انتوا بتحبوا ما تفرموش قوي ولا بتحبوا تفرموه ناعم جدا؟ فانا بقول لكم يعني انا بحب افرمه متوسط كده، ولا خشن قوي ولا ناعم قوي، عشان لو عملت بيه طشه تبان كده على وش الملوخيه كده وتبقى جميله. وكده علبه الاولاد دي يا جماعه اللانش بوكس كان ليها ناحيتين، انا الناحيه دي هحط التوم اللي هو للطبيخ، والناحيه التانية هعمل كميه توم صغيره كده للسمك بقرنين فلفل اخضر. طبعا زي ما شفتوا ان انا طحنت الثوم مع معلقتين 3 من الملح، يعني على قد كمية الثوم تضيفي الملح الابيض. والملح الابيض يا جماعة بيخلي الثوم زي ما هو ابيض كده وجميل، يعني هو المادة الحافظة بتاعت الثوم. وهنا كنت بفرم فلفل اخضر زي ما قلت لكم كده، خلطة حلوة للسمك. الفلفل الاخضر بيبقى حلو قوي قوي يا جماعة في السمك. وهنا بقى هضيف الزيت وهقلبه، علشان بس الزيت يا جماعة عشان اقدر اخد منه بكل سهولة وما يجمدش قوي في بعضه، ما يبقاش كتلة واحدة كده وانا بجيب منه يغلبني، لا هيبقى كده هتجيبي منه بكل سهولة، تسحبي منه بكل سهولة. بس كده انا قلبته كويس بالزيت، اتأكدت ان الزيت كله وصل للثوم. دلوقتي هاخد بس معلقتين كده محتاجاهم اعمل بيهم الاكل. خلاص كده يا جماعة هسوي الثوم تاني برضو وهغطيه بقى، وهروح اشيله في الفريزر على طول. وانتي ما تعملي كمية قليلة زي ديت، هي مش قليلة، هي كمية متوسطة كده ومعقولة وحلوة، يعني هتكفيكي كتير برضو مدة طويلة. هتحطيه في الفريزر على طول ومش هيلحق يعني لونه يغير خالص. بتمنى الفيديو يعجبكم وتنوروني وتشتركوا في القناة. اشوفكم على خير الفيديو الجاي ان شاء الله.